بفتيك على الطريقة اللبنانية، طريقة كتير سهلة وكتير سريعة وكتير طيبة، واللي بيجربها بهالطريقة ببطل يجربها بطريقة تانية. تعالوا أعلمكم إياها، بديش طول عليكم بالفيديو. فولو ولايك وكومنت وقصص وحكايات. هلا خلونا نبلش. نقلب شوية فريش مشروم على نار قوية بدهنة خروف، وبس ياخدوا هيك لون ذهبي بنشيلهم على جنب. بنفس الماء بننزل بشوية زيت الزيتون، بننزل ببصل جوانح. وقت يستوي البصل بنشيلهم فوق الفطرات دهن، واكيد بتبلشوا بشوية لحمة نية. طريق. من بعد ما الدهنة تنز معنا بننزل بهالدهب الأحمر. بعد ما تاخد لون على أول ميلة بنقلبها على الميلة الثانية، وبننزل بشوية إكليل الجبل بنخليهم بالمقلي. بس تستوي اللحمة على الميلتين بنملح، وشوية فلفل أسود. شوفوا لي على هالمنظر. هلا بنحطهم على جنب. بنكمل بنفس الطريقة لتخلص كمية اللحمة اللي عنا. شوفوا لي هذا دهب احمر. نفسي اعرف الفيجيتيريان كيف بيعيشوا وحياة الله. واكيد لبال ما ياخذوا لون بتكملوا اكل لحمه نيه. وبتاكلوا شويه دهنه. من بعد ما نخلص كل كميه اللحمه اللي عنا بننزل بشقفه زبده بنفس المقلي، وبنحف الصينيه ليطلع كل شيء معلق فيها على يد النكهات. ننزل بالبصلات والفاطر، بنشوحهم شوي بالزبده. نصف اللحمات، واكيد بننزل بهالزيتات. دقيت 4 حصوص من الثوم وعصرت فوقهم حامضتين. هلا بننزل فيهم فوق اللحمات. اقسم بالله شو روايح عم تطلع، والله العظيم يا ويلا ويلا. هلا بنطفي تحتها وبنتركها على جنب شي 10 دقايق. وبهذا الوقت ليف الغاز احلى ما تنكعره من البيت. وهذا الغاز نوضف ورجع جديد، واللحمه عنا ارتاحت، صار فينا نبلش اكل. عملت حدا شويه بطاطا بيريه. يطلع نضوق كيف بدي اقص انا على الغاز. عم بهز الصحن كله سوا. المهم لحمه فاطر مع بصل، نغطسها بالزومات اللي نزلوا. اهم شغله شويه بطاطا بيريه. وهلا بنقول لها بسم الله. واو، شوفوا لي هالمنظر. اقسم بالله يا ويلا ويلا، شيء كتير قوي، لازم تجربوها. اللي بعد مش عامل فولو يعمل فولو. باي، بدي اروح اكل.